أعزائي المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مستمرين في تغطيتنا لمباراة شباب نادي الاتفاق وشباب نادي العدالة. يسرنا سعدنا أن نستضيف المدرب الوطني القدير الكابتن أبو سيف عبد العزيز البيشي. بداية أبو سيف، رحب فيك معنا عبر شبكة رأس النور العالمية. الله يسلمك إن شاء الله ويحييكم إن شاء الله وشكرا لكم على المقابلة. الله يسلمك أبو سيف. من خلال مجريات الشوط الأول لاحظنا فريق الاتفاق لم يظهر بالمستوى المعهود أو المعروف عنه. نادي العدالة ناقص لاعب وتقدم نادي العدالة. بظنك لماذا لم يظهر فريق شباب نادي الاتفاق بالمستوى الفني المأمول منه؟ حقيقة أنا أعتقد إنه اليوم يعني شباب الاتفاق اليوم ما طلع بالصورة يعني اللي الحقيقية عنهم. يمكن عامل الجو، يمكن اللاعبين اليوم يعني مشحونين على المباراة. يعني احس انه الفريق اليوم يعني يمكن من اسوء المباريات اللي انا شفتها لهم. طبعا اللي فرق مع الفريق العداله انه عامل الهواء ساعدهم كثير في الشوط الاول. انا اعتقد انه الشوط الثاني الفريق قادر انه يرجع للمباريات، واعتقد انه الشوط الثاني ان شاء الله هيكسب المباراه ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. جميل. بظنك ما التغييرات التي سيقوم بها مدرب شباب نادي الاتفاق؟ انا اعتقد انه لازم الحل الهجومي، حتى لو ما اجرى تغيير في نفس العناصر الموجوده لازم انه يصير الحلول الهجوميه اكثر. زين، فبسحب واحد من المحاور يلعب بثلاث محاور. اعتقد انه لازم يسحب واحد من المحاور وينزل لاعب مهاجم بحيث انه يقدر يعني يكسب الثلاث نقاط له، خصوصا المباراه على ارضه ولا بد انه يكسب المباراه هذه. جميل. مدرب نادي العداله بهذه الطريقه بيستمر بظنك في هذه التشكيل على هذا التشكيل؟ أنا أعتقد أنه طبعا ما هيسوي تغييرات. أعتقد أنه بيدافع الشوط الثاني بشكل يعني مكثف. الشوط الثاني أعتقد أنه ما راح يعني يهاجم أبدا، بيعتمد على الكرات الثابتة أو الكرات الطويلة أو الفاولات، زين، والركنيات والفاولات، لأنه شفنا الشوط الأول كانوا يعتمدون كثير على الفاولات والركنيات بحيث أنه طوال القامة، زين، وكانوا بيكسبون أكثر من جول يعني بسوء يعني وقفة اللاعبين الاتفاق. وأنا أعتقد بالنسبة لجول الاتفاق أنه اللاعبين وقفتهم في الاساس ما كانت صحيحه، يفترض انهم كانوا يوقفون برا 18 والحارس ما كانت وقفته في الاساس صحيحه، عشان كذا صار في لخبطه بينهم وما صار بينهم اتصال، عشان كذا صار الجول على الاتفاق. جميل. نتيجه توقعها ابو سيف؟ اتمناها، انا مش اتوقع، اتمنى ان شاء الله تكون ان شاء الله 2 ان شاء الله بحول الله. اعتقد ان شاء الله بحول الله ان شاء الله الهواء بيزيد ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكسب 2 ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. التوفيق لكم ابو سيف. يسعدك يا جار. شكرا حبيبي.